يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. ها نحن نلتقي بكم مرة أخرى في عدد جديد من حلقات برنامج والصلح خير في سهرة هذا الثلاثاء، ثلاثاء الصلح وإصلاح ذات البين، مع فضيلة الدكتور أسعيد بويزري، أوفياء برنامج والصلح خير. مرحبا بكم مجددا، مرحبا بكل من يتواصل معنا ويتصل بنا ويلتقطنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية لعرض القضايا، لعرض المشكلات، لعرض الخلافات والنزاعات التي تحدث بين الحين والآخر، بين أطراف الأسرة الواحدة وبين أطراف أخرى من المجتمع. نلتقي بكم مجددا في هذه الأمسية لإصلاح ذات البين، ولكنه عدد خاص. نحن لسنا على المباشر كما جرت العادة، هذا عدد خاص نزولا عند رغبة المشاهد الكريم، عدد نرد فيه على اتصالاتكم التي تبقى هكذا عالقة بعد نهاية البرنامج مباشرة، وأيضا الرد على البريد الإلكتروني للنظر في قضاياكم، وأيضا الرد على مراسلاتكم عن طريق البريد العادي. هكذا ننصف الجميع بالرد على هذه القضايا وهذه المشكلات والنزاعات والخلافات دائما في برنامج والصلح خير، الذي هو لكم ومن أجلكم، من أجل إصلاح ذات البين. أول ما نستفتح به هذه السهرة المسجلة هو الترحيب بفضيلة الدكتور أسعيد بويزري، الرجل المصلح. السلام عليك دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. أنت بخير؟ بخير، نسأل الله دوام النعم وتمامها. الحمد لله. إذن حلقة اليوم عنوانها فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، صدق الله العظيم. إذن دكتور، قال تعالى في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صدق الله العظيم. نريد أن نقتدي بهذه الآية الكريمة دكتور، كيف ذلك؟ ولعلها تكون مقدمة هذه الحلقة التي عنوانها بعد بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، صدق الله العظيم. تفضل دكتور. لك الفضل أختي نجاة، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أشرح هذه الآية شرحا مجملا وأنت تقرأينها، تذكرت قول الله عز وجل في سورة الإسراء: نعم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. هذا القرآن هو معجزة الله الخالدة. القرآن الكريم كتاب هداية وتشريع. قال الله عز وجل في آية أخرى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى في آية أخرى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال في سورة الجاثية في الآية رقم 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن في القرآن يهدي للتي هي أقوم في مجال العقيدة، في مجال الشريعة، في مجال العبادة، في مجال الأخلاق والسلوك. فالقرآن إذن يضبط حركة الإنسان. نعم. الآية التي ذكرتها في سورة النساء أختي نجاة آية عجيبة، والقرآن كله عجب، كما وفي أوائل سورة رب سبحانه يقول: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. نعم. يهدي إلى الرشد، يهدي
إلى الرشد إلى الرشد. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. نعم. صدق الله أحد العظيم. العلماء قال كنا قرأت هذه الآية إلا واستحييت من الله. هؤلاء جن اعترفوا بأن القرآن يهدي إلى الرشد وعزموا، قال فلن نشرك بربنا أحدا، ولكن نجد الكثير من الإنس من لا يعترف به نعم. تشريعا ولا نعم. هداية. نعم. ومن لا يقتدي به أيضا. نعم. نعم. إذن هذه الآية في سورة النساء. القرآن. نعم. وإن كان يعرف القرآن وإن كان يعرف القرآن لا يعني نعم. معرفة القرآن وليس المطلوب ربنا في القرآن كلما ذكر الإيمان قرنه بالأعمال. نعم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ترجمة معاني الإيمان وقيم التربية والأخلاق المبثوثة في الوحي الطاهر قرآن وسنة إلى سلوكات، إلى أعمال، مصداقا لقوله تعالى مرة أخرى وقل اعملوا فسيرى. معناه لا يمكن أن يأتي هذا اللفظ إلا في موضع البيان المتمثل، معنى المتجسد. فسيرى معناه شيء ملموس، شيء يرى. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن الآية في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم. الناس يتناجون، الناس يتحدثون، يتكلمون، مستخدمين في ذلك نعمة من عظائم النعم وهي اللسان. ولا تدرك قيمة هذه النعمة إلا عند فقدها. فإذا فقد الإنسان الصوت ولو لمدة وجيزة، معذرة دكتور، ربي يعافيك إن شاء الله، يشعر في تلك اللحظة بقيمة اللسان، بقيمة التواصل مع بني البشر بالكلام. والذي فقده نهائيا الصم أو البكم. هؤلاء فقدوه نهائيا فيتحدثون بلغة أخرى وهي لغة الإشارة. وقد شاهدنا ذلك في إحدى الحلقات دكتور. نعم. تحت عنوان الصم يتكلمون. نعم. إذن هؤلاء كان العنوان رائع جدا. الله يبارك فيك. نعم. هؤلاء يتحدثون ويتناجون بألسنتهم كلام كثير. تصور لو كان هناك جهاز يلتقط أصوات كل البشر وفي المساء كل واحد يعطي له البيلان فينال. ماذا قال نعم. أي كارثة. نعم. كارثة كبيرة. ممكن تكلم 9 ساعات وهو يتكلم، ممكن 10 دقائق مليحة والباقي كله مش مليح، ليس كذلك؟ نعم. نعم. معنى الإنسان يدرك يقول هذا في اليوم الواحد وما أدراك في في سائر الأيام. ماذا فعلت بنفسي؟ ماذا فعل؟ لذلك اللسان خطير جدا. لذلك رب سبحانه في آيات كثيرة، مادام الحصة مسجلة سادتي الأفاضل اعذرونا ندخل في بعض المسائل الوعظية المهمة. مهم جدا دكتور. ربنا يقول في سورة إبراهيم من الآية 24 إلى غاية الآية 27: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة، شوف حياة 24 27 كل سورة إبراهيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها، وفي قراءة أخرى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. حتى قال رب سبحانه ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثم عاد القرآن مرة أخرى إلى الكلام: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سبحان الله. سورة إبراهيم. نعود إلى سورة قاف الآية 18 في الصفحة اليمنى في السطر الثاني. الآية 18 يقول ربنا في القرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن أقوالنا تحت الرقابة، رقابة رب العزة جل جلاله الذي يعرف السر وأخفى ويدرك ويسمع السر وأخفى. نعود إلى الآية في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا نعم. ما جاء بعد إلا ممتاز مريح. إلا من أمر بصدقة. حد يأمر بالصدقة
والأمر بالصدقة حل لمشكلة، نعم. حل حل لمشكلة، لمشكلة. نعم. حل لأزمة. إذا واحد فقير ممكن يعيش مع فقر مدة معينة وتجي مشاكل. نعم. مشكل ممكن يطلق زوجته، ممكن يروح يسرق، ممكن يوقع في الغيبة، ممكن يكره الناس، يعني قلبه يتعمر بالأحقاد، يقول هؤلاء الأثرياء ما فكروا في حياتي. لذلك من مقاصد الزكاة غسل القلوب، غسل القلوب. نعم. وصفاء القلوب. تقول يعني هذاك الفقير، يقول هذاك الفقير الغني تذكرني وأعطاني مما أمره الله في سورة المعارج والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن هكذا تداوى الجراح، هكذا تنتهي الأزمات. إلا من أمر بصدقة، والصدقة ليس فقط في المال، حتى بالكلمة. بالكلمة. نعم. نعم، حتى بالبسمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة. صدقة. نعم. كلما قرأت هذا الحديث قل سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يربينا. نعم. ذاك السيفيزم نعم. يعطيه لنا في السنة. تصوري أختي نجاة كل الناس تبتسم في وجوه بعضهم البعض. نعم. الناس ترتاح. أما واحد يخرج الصباح يشوفوا 20 واحد بوجه غاضب وبعدين شكوك ومظالم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. 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 إلى من أمر بصدقة أو معروف. أو معروف. وكلمة معروف كلمة جامعة لكل خير. معروف، يقول فلان يدير المعروف، يدير الخير. معروف. نعم. يدير الخير، كي يعاون الفقراء ويرعى اليتامى والمساكين بما يحفظ كرامتهم. كلما تحدثنا عن العمل الخيري لابد من هذه الملاحظة. نعم. شغل هذه لومبالاج. حفظ الكرامة. لومبالاج. ما تقدرش واحد ياكل بنانه وما عندهاش لومبالاج نتاعها، ما عندهاش، ما تقدرش يمد صدقه، لازم. لذلك الآيات كثيرة والنصوص في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يتسع المقام للتفصيل فيها، تؤكد على رعاية كرامة الإنسان. نعم. يعني هذا الكلام مقرر في وحي الله عز وجل قبل الاتفاقات الدولية، الاتفاقات الدولية، وقبل المواثيق والعهود والقوانين وفلسفات البشر إلى آخره. كرامة الإنسان، لأن الله هو الذي قال ولقد كرمنا بني آدم. بني آدم. الله يبارك. أو معروف أو إصلاح بين الناس. الناس. عندنا علاقة بالموضوع، بموضوع البرنامج مباشرة. إصلاح بين الناس. وربي سبحانه لاحظي معي، ما قالش الإصلاح بين العائلة، وما قالش بين المؤمنين، بين الناس، وبين اللي يصليوا في الجامعة. نعم. ولا ولاد الحومة، كاع بين الناس. هذه المرة في تايلاند بالمناسبة يسلموا عليك، يعني واحدة مسيحية من كبار، يعني من المسؤولات الكبيرات، مع واحد بوذي إعلامي كبير، طلب المساعدة لحل مشكلاتهم. نعم. فقلت لهم راضين بذلك، رضيت باسمي وباسم الفريق في اختلاف الأديان. نعم. نعم. بشرط تكونوا حاضرين معنا. نعم. هذه رسالة. نعم. باش نقول لهم عمليا هاو الدين تاعنا واش يقول. نعم. يقدر يحل مشكلاتكم، مشكلاتنا ومشكلات كل الناس. كل الناس. نعم. هذه رسالة واضح دكتور. إذا كتب رسالة وصلت. نعم. أو إصلاح بين الناس جميعا. إذن وين يكون الهم، يكون الأزمة، يكون المشكلة، يا الناس المصلحين يا الرجال والنساء. بادروا إلى الإصلاح بين الناس. نعم. لأن حل أزمات الناس يؤدي إلى الاستقرار، يؤدي إلى المحبة، شيوع ثقافة السلم والأمن والألام والأمال، وكذا الانطلاق في الحياة في الإنتاج والإبداع. نعم. لأن الإنسان عنده مشكلات ما يقدر يعمل. نعم. واحد عنده أزمات تؤرقه، لا يستطيع، مشكلة تقيده، لا ينطلق. الطاقات الفكرية تتعطل، والطاقة المادية أيضا تتوقف. نعم. ما يقدر ينطلق في الحياة للإنتاج والعمل. لذلك ربنا في هذه الآية القرآنية في سورة النساء يشير إلى هذه المعاني اللطيفة. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. ولو طبق الناس هذا الحديث لسكت الكثير. نعم. بارك الله فيك. نعم. دكتور سعيد بويزري، هكذا يكون البرنامج، برنامج الصلح خير، دائما استنادا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة في هذا العدد المسجل. بعد هذه المقدمة ربما التي تفتح شهية المشاهدة والتطلع وأن نهتدي بالقرآن والسنة، هكذا نصل معكم في حوارنا وفي
استقبالنا لكل مكالماتكم التي بقيت خلال الأسابيع الماضية، وأيضا الرد على البريد الإلكتروني. سيتكون البداية بالرد على البريد الإلكتروني مع أحمد من تسمسيلت. يقول: دكتور، توفي أبي عام 1994، ثم توفيت جدتي أم الأب عام 1999، تاركة 3 أبناء 4 بنات. هل يحق لي ولإخوتي أن نرث من ميراث جدتنا، علما أن أحد أبنائها رافض لذلك لأن أبي مات قبل جدتي؟ نعم، نفيد الأخ أحمد من تسمسيلت بما يأتي بيانه. هذه القضية تدخل في موضوع التنزيل أو ما يسمى بالوصية الواجبة. نعم. حيث أن الابن مات عام 1994، نعم، تاركا أولادا، ثم ماتت هذه الجدة جدتي، قل أم الأب. أم الأب. نعم. يعني من جهة الجدة الأبوية. نعم. ماتت في 1999. هي بالفرنسية سا غرامير باترنال، حتى يفهموا اللي راهم. نعم. في الجالية، بارك الله فيك. هناك من لهم صعوبة في الفهم اللغة العربية. نعم. الكلاسيكية. مليح. ممتاز. لأنهم دكتور ترعرعوا هناك وتعلموا هذيك اللغة. بارك الله فيك. احنا نترجم لكم بكل لغات، ما كاش مشكل. بارك الله فيك. المهم. نعم. الرسالة تصل. نعم. نعم دكتور. إذن نجاة هذه الجدة تركت 3 أبناء و4 بنات. نعم. السؤال: هل يحق يعني لهؤلاء الأحفاد، نعم، أحمد إخوتي، نعم، ومن معه من الإخوة، الحق في ميراث هذه الجدة؟ نعم. الجواب: هذه تدخل كما قلت في الوصية الواجبة. القانون نتاعنا، كي نقول القانون سادتي الأفاضل، ما هو مقنن في القانون نتاعنا اللي هو قانون 84/11، هي لي ريفيرونس نتاع لا لوا، القانون لا لوا 94/11 لارتيكل 169 حتى 172. قانون 84/11 الصادر بتاريخ 9 رمضان 1404. نعم. تاريخ الهجري. نعم. الموافق ل 9 يونيو جوان 1984. نعم. في مواده من المادة 169 إلى غاية المادة 172. نعم. هذه هي المواد اللي تحكم هذه المسألة. وهذه المواد توافق ما هو مقرر في الفقه الإسلامي. نعم. أعطيت لي ريفيرونس هذه المراجع، هذه المواد، باش واحد كي يرجع لها أحمد أو اللي عنده قضية مشابهة. نعم. ذلك نقدم لكم هذه المواد القانونية بمراجعها. نعم. على القانونية وكذا، باش واحد كي يرجع لها يجد سهولة في ذلك، في الفهم. نعم. من توفي وله أحفاد، هكذا تبدأ المادة 169. من توفي وله أحفاد، يعني كأن المادة هذه نطبقها الآن على الجدة. نعم. توفيت ولها أحفاد. إذن المشرع الجزائري استخدم كلمة أحفاد بمعنى سواء كانوا هؤلاء الأحفاد ذكورا أو إناثا. نعم. هذه نقطة مهمة جدا. ما قالش أبناء، خاطر كي نقول الأبناء معناه ذكور. كي نقولوا الأحفاد معنى ذكور وإناث. وكي نقولوا بنات الأبناء معنى الإناث. نعم. ولكن المشرع إذا استخدم ما يسمى في لغة الفقه والأصول اللفظ المشترك، في اللغة العربية أيضا قبل ذلك، اللفظ المشترك يحتمل أكثر، يستغرق جميع نعم. المفردات الممكنة. كما نقولوا كلمة الولد. نعم. الولد في اللغة العربية يفيد الذكر والأنثى. نعم. وإن كان عرفيا يعتقد بعض الناس باللي الولد معنى ذكر، خطأ. ربي يقول في القرآن: يوصيكم الله في أولادكم، يعني الذرية نتاعكم. نعم. الذرية، وبعدين يفصل: نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. يلا الآن الأحفاد يرثون طبقا لهذه المواد المذكورة من المادة 169 إلى غاية المادة 172. ولكن أحمد يقول كيف؟ سهلة مهلة. الآن
ناخذ ورقة بيضاء وندير لك الفريضة على الهواء مباشرة. إذن هذه الجدة عندها 3 أبناء، وطبعا نجاة تمنى دائما باش يكون عندنا وسيلة باش نبينوا. نعم. نعم. داتاشو. داتاشو ولا و4 بنات. و4 بنات. نعم. معليش نحاول نكبرها باش الأخ الأخت نادية. الأخت اليوم نادية معنا الأخت نادية الله يبارك. المخرجة. إذا 3 بنات و3 أبناء و4 بنات. طيب إذا كان نديروا هكذا صافي. هذه الجدة نعم تركت 3 أبناء نعم وتركت 4 بنات وتركت أحفاد. أحفاد. ممكن التدقيق في الصورة نادية؟ أحفاد هذون نعم. شكون هما الأحفاد؟ يعني أحمد والإخوان تاعو. نعم. هكذا. إذا طبقنا القواعد العادية نقول الأحفاد لا يرثون شيئا. نعم. لماذا؟ لأن التركة تؤول كاملة إلى الأبناء والبنات وفقط. وفقط. نعم. باعتبارهم عصبة بالغير. عصبة بالغير. نعم. مع تطبيق قوله تعالى في سورة النساء للذكر يوصيكم الله في أولادكم ما قالش في أحفادكم. نعم في أولادكم. للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. بمعنى ناخذ كاع هذاك التركه نتاع الجده هذه ونقسموها على الابناء والبنات. ولكن بتطبيق المواد التي ذكرناها آنفا نفترض حياة الابن الذي توفي في 1994. نعم. معنى هذو الأحفاد شكون اللي خلاهم؟ خلاهم واحد ابن يعني بابا حمد هذا. نعم. فنضيفه إلى هنا. نعم. زائد واحد. شحال يوليو؟ 4. 3 أبناء راهم حيين أحياء. وكان هذا الابن الذي افترضنا حياته نعم. هو ميت. نعم. افترضنا حياته فقط لنعرف كم يرث. ثم ما يرثه هو يؤول مباشرة إلى أولاده. نعم. واضح؟ واضح. نعم. الله يبارك. نعم دكتور. إذن في الوصية الوجيبة عندها تكنيك، عندها تقنية. كيفاش نطبقوها؟ نفترض حياة المتوفى. افترضنا حياته. عندنا 3 أبناء أحياء يضاف إليهم هذا الابن الميت الذي افترضنا حياته. ثم نجري الفريضة. نديروا الفريضة. نطبقوا الآية التي ذكرناها للذكر مثل حظ الأنثيين. يوليو هنا 4 في 2 يوليو 8. 8 دكتور. 8 زائد 4 خاطر 4 بنات 12. معنى التركة كلها تقسم على 12. فرضا هذه كلها فرضيات. فرضا خلت 120 مليون سنتيم. نعم. 120 مليون سنتيم نقسموها على 12 كم يساوي؟ يساوي 10 مليون. نعم. 10 مليون. نعم. هذا يسمى قيمة السهم الواحد. نعم. 10 مليون لكل نكتبو هنا لكل ابن 10 مليون مضروب في 2 خاطر هو نطبقوا الآية. نعم. يساوي 20 مليون. 20 مليون. لكل بنت هذو 4 10 في 1 يساوي 10. نعم. بمعنى كل بنت عندها 10 ملايين من أصل 120 مليون. أما الأبناء كل واحد عنده 20 مليون سنتيم من أصل 120. نعم. الله يبارك. نعم. 20 مليون هذيك نتاع الابن الذي افترضنا حياته عنده 20 مليون. نعم. نرفدوها نديوها مباشرة لأولاده. نعم. لأحفاد هذه الجدة. نعم. واضح هكذا. واضح. نعم. هذاك اللي رفض مسكين يا أخي قال لك واحد رفض. نقول له يا أخي لا ترفض. يعني كثير من الناس يديروا مشاكل يديروا أزمات بلا ما يقول واش قال ربي واش قال نبي واش قال القانون بدون العودة إلى النصوص الشرعية ولا حتى القانونية. نعم خطأ. نعم. خطأ. وكثير من المشكلات اليوم يعيشوا وطبعا بين قوسين لا علاقة للثقافة. خاطر مرة سألني واحد قال إنسان متدين وعنده دبلوم قلت لا يهمني هذا الشيء. لا يهم. نعم. هذا في هذا الموضوع صفر. نعم. إن شاء الله يكون عنده 20 دكتوراه إن شاء الله يكون عنده 70 سنة 50 حجة صفر. كل شيء صفر.
هذه امور دارها بينه وبين ربي، هنا الاشكال. نعم. علاش قلت هذا الكلام؟ لانه احيانا الثقافه ليست عاصما، ما تعصم الانسان. واحد اذا كان طماع، طماع ولا ما يخافش ربي، هو عنوان الحلقه اليوم اسمها فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. ربي ما نعم. قالش اللي عنده شهاده واللي جاب حجه ويصلي ويزكي، هذه فرائض ما فيها حتى كلام. العبره بالميدان، ودائما نكرر هذا الكلام اختي نجاة، لانه نعم. هذا هو المحك، هذا هو المحك. اقول هذا الكلام وفي قلبي شيء كبير، ما هو؟ أنه كثير من الأزمات الآن، وقل سادتي الأفاضل مع احترامي للجميع وحبي للجميع وتقديري للجميع، تلقى واحد يعني يا الله يا الله يروح المحاكم يقول لك تغنت، نبقى داخل المحكمة، نقلقوا في المحكمة، نجيب 10 15 سنة وخلاص. هل تقول هكذا؟ نعم. أنت راك تصلي وتصوم وعندك شهادات نعم، هذا هو المشكل. نعم. هذاك اللي يرفض ما عندوش حق الرفض. يا الرافض، أخاطب مع هذا الرافض الذي رفض هذه نقول يا القسمة فلان الشرعية. لو كان رفضك مؤسسا نقول لك نعطيك الصح، ما دام تراك غلطان رجع الحق، هذا ما كان. وماشي عيب باش الانسان يغلط، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم. ربي يعفو يغفر ونشضن يوخر، الانسان كي يتوب ربي يتوب عليه، ولكن التمادي في الخطا او حراسه الخطا هذا هو المرفوض. هذا هو المفروض. نعم. نعم. لا جبل ربي الامر واضح. نعم. بارك الله فيك. بالنسبة لأحمد من تسمسم الجواب كان واضح. نعود إلى مصطفى من العاصمة. دائما البريد الإلكتروني يقول نحن جيران نسكن في عمارة كبيرة، نعاني من جملة من المشاكل، منها تعطل المصعد بسبب الاستخدام السيء من قبل بعض الجيران، استحواذ بعض الجيران على الأماكن المخصصة للتوقف السيارات سواء من قبلهم أو من قبل معارفهم الذين لا يسكنون في ذلك الحي، وهذه الظاهرة موجودة دكتور، وغيرها مما يسبب مشاكل بيننا. فما العمل؟ يعني المشاكل بين الجيران فيما بينهم دكتور. عدنا مرة أخرى إلى المشاكل الملكية المشتركة. نعم. 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 والجوار. هذه سادتي الأفاضل، هذه القضية اللي سمعتوها تدخل في سياقين أو في فضاءين. الفضاء الأول هو الجوار. نعم. حسن الجوار. حسن الجوار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار. نعم. حتى ظننت نعم. أنه سيورثه. نعم. شفتوا واش عطى النبي عليه الصلاة والسلام للجار؟ قيمة الجار، قيمة كبيرة بزاف، كأنه فرد من أفراد العائلة. نعم. نعم. وأحيانا أختي نجاة على بالك الناس كيسافروا ولا كذا يروحوا عندهم جنازات ولا عندهم يوصيوا على دارهم الجيران. الجيران. نعم. كاش واحد سقسى علينا، كاش بريد وصل. نعم. كاش إلى أليس كذلك؟ نعم. وممكن خوه ولا اخته اللي بعاد ما يعرفوش واش صاير، ما يعرفش حتى بسفره ربما. بارك الله. الجيران إذن عندهم قيمة كبيرة في الإسلام. طيب الآن هذا الفضاء الأول. الفضاء الثاني ما هو؟ هو الملكية المشتركة. شرحناها في حلقة من حلقاتنا. بينا ما معنى الملكية المشتركة. مع المشتركة نعم. لا يستأثر بها أحد. أن أشترك أنا وجاري في المصعد هذا اللي فيه المشاكل. بارك الله فيك. مثلا يعني الأسانسور هذيك المصعد هذا. احنا تاني عندنا مشاكل في المصاعد في البيت. نفس الشيء. طرحيها نجد طرحيها ونجاوب عليها. نعم. 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 طرحيها. هذا هو المشكل. نعم. خاصة بالنسبة للبنايات الجديدة دكتور. نعم. نعم صحيح. يتعطل المصعد بعد سنة. الله أكبر. خاصة اللي ساكنين فوق يعني نعم. طبق إذا 6 كانت 7 10. أعمارهم شيوخ وعجايز. نعم. كاين قالوا لي وحدة عندها 3 شهور 4 شهور ما هبطت ولا طلعت. لا دكتور. هي كأنها مسجونة. نعم. نعم. حبس. حبس اضطراري. وهذا لو بلوكاج اللي كنت تحكي عليه من قبل. سبحان الله. بلوكاج يعني في الطرقان وفي الاسانسور وفي كل شيء للاسف. نعم. بلوكاج اذا كان بلوكاج في المخ في الدماغ اكيد يكون بلوكاج في كل شيء. نعم دكتور. تفضل مصطفى. الان لك الفضل. الان اذا هذه تسمى الملكيه المشتركه. الملكيه المشتركه لا يجوز لاحد من الجيران ان يستاثر بها بنفسه او ان يستحوذ عليها بمفرده. الافنيه الفينه هذاك نتاع لاكور هذاك الفينه ما عنديش واحد يقول نبني فيها ولا ندير فيها جاردان روحي ولا هذيك الحديقه نتاع الحي. وهذاك السطح ما يجيش السطح نتاع العماره يجي يقول لك انا نبني ندير هذاك غروني ولا كيف يسموه هذاك الفوق هذاك اللي يبنيوها غروني هكذا يقولوا له اخي الا ما غلط نستغفر الله. ولا يقول لك نبنيو فوق السطح. يبني فوق ما هذا ممنوع.
ما عنده نعم، حق نعم. يبني فوق سطح. ولا يدير لا سيتيرن هذيك تاع الماء ايضا هنا هذه ممنوع كلها ايضا. تجاوزات. نعم. اكثر من المصعد، المداخل، المخارج، هذه كلها ملكيه مشتركه. الشرع الاسلامي نص عليها، الفقه الاسلامي نص على انها ملكيه مشتركه لا يجوز لاي منهم ان يستاثر بها. نعم. والقانون نتاعنا القانون المدني أيضاً. الكود سيفيل، نعم. يعني مرة واحدة أعطى لي قال لي هذه القوانين هل هي شرعية؟ قلت له ستسمعون الجواب على المباشر. يعني المواد التي نذكرها نقول هذه شرعية، وكاين مواد قانونية مخالفة للشريعة، وقد ذكرنا بعضها في مناسبات عدة. نعم. ولكن هذه تتفق مع الشريعة تماما. كي نروحوا مثلا المادة 749 749 من القانون المدني الكود سيفيل تاع الجزائر، واش نلقاو فيها؟ يقول لك هؤلاء المستفيدون يعني من الملكيات المشتركة يتحمل، كاين حقوق وواجبات، كاين لي دروا وكاين لي دوفوار. لي دروا يعني يستخدموها كامل، يجي واحد يقاري السيارة نتاعو يركنها عادي حقه، يطلع في الاسانسور يطلع في الاسانسور يلا. وكاين واجبات، من ضمن هذه الواجبات أنه يتحمل الجميع تكاليف التسيير العادي للملكيات المشتركة، تكاليف الصيانة. ويتحمل الجميع أيضا تكاليف الترميمات. نعم. هكذا نصت المادة 749 من القانون المدني الجزائري. نعم. درك نروحوا للقضية. وهذو اللي يستخدموا استخدام سيء، ها وجهت المشكلة. نعم. لو كان حافظوا على المصعد هذاك، ماشي طالعين هابطين طول النهار، وبعض الناس يخليوا ولادهم يلعبوا به نعم بلا السبه، وبعضهم يرفدوا الاثقال التي لا تطاق، يجيب السيمان والرمل مش عارف ايه ويحمل كي شغل كاميون طالع. حتى المصعد عنده الوزن تاعو عنده وزنه اللي ما لازمش نعم، لابد من مراعاة نعم. الوزن المسموح به. نعم. هذا هو الدين، هذه هي الحضارة، هذا هو السيفيزم. إذا كان في البشر تلقات مكتوب هذا يسمح لتسعة 9 بيرسون مثلا 9 الأشخاص، وعلاش ندخلوا في 14؟ نعم، هذا إشكال أيضا. لماذا؟ نعم. هو 9 ما نعرفوش نحسبوا 9، 1 2 3 4 كي يوصلوا 9 نحبسوا. ويا ريت نديروا غير 8 إذا كنا يعني عندنا سيفيزم شوية. نعم. نخليو لا مارج هذيك لا تاع مارج، السيكوريتي نعم. هذاك الهامش. ولكن هكذا الأنانية يا أختي نجاة، إذا طغت الأنانية على الإنسان خلاص ما يخرج حتى من إنسانيته. سي فاسيل داتر ان هوم مي سي ديفيسيل داتر ان تر كما قال الملك حداد الأديب الجزائري. نعم. بعدين قال لك سي سا ليسونسيال، معناتها باش واحد من السهل جدا أن يصبح الإنسان الرجل رجلا أو شخصا بحكم التكوين البيولوجي. نعم. ولكن من الصعب أن يصبح إنسانا، وهذا هو المهم. نعم. سي فاسيل داتر ان اتر هيومان، سي سا ليسونسيال. هذا كلام بين قوسين الملك حداد الأديب الجزائري الذي يكتب باللغة الفرنسية. علاش نقول هذا الكلام؟ يعني باش واحد يكون إنسان يكون بنادم. إذن هذا الاستخدام السيء بشر. نعم بشر. نعم. النقطة الثانية، وهذو كل يجيبوا أصحابهم يقاريوا لي فواتور تاعهم علاه. نعم. هذا الحي إذا كان الفناء نتاعو طاقة الاستيعاب نتاعو مثلا 30 سيارة، اللي عنده السيارة نتاعو يسكن ثم، واللي ماشي ساكنين ثم رحمك الله يديك الله صافي يجيبوهم معناه ياخذوا اماكن. ربما كاين يستيقظ باكرا يخدم مثلا، يخرج من بيته على 6 تاع الصباح يعطل. نعم. دكتور حدثت وين سيد راح للخدمه على 8 ولا على 9. صحيح. فهذا خلاف ايضا. وبعد نعم. يوقع الشجار في الفتره الصباحيه بارك الله ربما ما بعد صلاه الفجر الناس يقابلوا نهارهم اعتبارات. نعم. برحمة نعم. ربي نعم. بالكلمة الطيبة. نعم. يبداو بالعنف، يبداو بالزقا والعياط وكذا. كلما خالفنا هذه الأذواق، هذه الآداب، هذه الأحكام، هذه التعاليم، كلما وقعنا في مشكلات. إذن نقول لك يا اسمه الأخ هذا صاحب مصطفى من العاصمة. يا الأخ مصطفى، ما العمل؟ جاب لي ربي الآن كل شيء واضح. كل شيء واضح الآن. العمل أنهم أنتم جيران تجتمعوا عليهم بالاجتماع. نعم. لأنه راكم ساكنين في حي واحد. تجتمعوا وديروا في الاجتماع نتاعهم لوردر دي جور، جدول الأعمال، معالجة هذه المسألة. نعم. الوصية بدون زقا، بلا صراخ ولا غضب ولا عنف. نعم. يا سيدي تفريوا القضية. النقطة الأولى
هذه نتاع السيارات، يعني موقف تاع السيارات. نعم. النقطة الثانية المصعد هذا، وتذكر المشكلات كما قالت أختنا جات الآن، ممكن تلقى بالك عجوزة فوق ما تقدرش تهبط لأنها مسجونة، ما تقدرش تهبط خاطر ما كاينش السونسور، ما كاينش الاسانسور هذيك، ما كاينش نعم. المصعد نعم. الكهربائي، وتطلع على الاسكالي على المدارج نعم. هذيك ما تقدرش. نعم. فبالتالي إذا تناقشوا هذه المسألة وتروحوا شرع ربي سمعتوا واش يقول، القانون تاعنا سمعتوا واش يقول، وترجعوا للشريعة والقانون تفريها والسلام عليكم. ولكن أنا على بالي تقول لي دروك سي مصطفى تقول لا لا كاين من هذو والله ما يقبل الأصل نيجي، ولا بالك يتعذر عليه الحضور، يدير سبب من الأسباب باش ما يحضرش باش ما يحضرش بجيرانه. نعم. هذا لازم ترسلوا له. شوفوا الناس اللي ملاح، يعني الناس كاع ملاح ان شاء الله، ان شاء الله اللي يتفاهم معاهم، اللي يتواصل معاهم مليح. هذا اللي حبيت نقول، يعني هذه الرساله اللي يتواصل معاهم، خاطر ممكن تبعث له واحد ما يتفاهمش معاه، هذيك هي السبب من الاسباب التي تعطل يزيد ما يجيش كامل اصلا. نعم. واذا ممكن تقول لي ما كان حتى واحد يتفاهم معاه داخل الحي، شوف له خارج الحي، شوف له صاحبه، شوف واحد من العائله، شوفوا على انتم عاونوه، خاطر الان التغنات هذيك كي تدخل دائما فيها مشاكل. نروحوا للشرع، ربي يقول وقولوا للناس حسنا، بعثوا له كلمه حسنه ان شاء الله. نعم. وزيد حاجه اخرى، انه الحكمه تقول ارسل حكيما ولا توصيه. رقم 3 النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن. نعم. قدر تبعث له واحد لا يستجيب، تبعث له واحد اخر يستجيب. نعم. على بالك النبي عليه الصلاه والسلام يقول الارواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. بمعنى او كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع تبعث له الشخص اللي يتفاهم معاه يقدر شويه كلمات يقول يا فلان هذا واجب عليك. نعم. لازم تحضر ولازم كذا، وانك تجاوزت في كذا وكذا عليك بفعل كذا وكذا. ممكن اذا كان كل هذه الحلول ما فراتش وروحوا من بعد للدوله. نعم. كاين قانون نشكيو كما طبعا، نشكي يجي اللوسي ويدير محضر. نعم. ندخل في الكواغط من بعد يدير محضر وان هذا المصعد متعطل وكذا، معاينه نعم. المكان. واذا كان السيارات هذه اللي جايه من تاع الناس ماهوش تاع الحي، كل واحد في الحي نتاعو الله يعينه. دكتور على ذكر السيارات، نعم. كاين بعض الجيران يشد المكان تاع سيارته وسياره الزوجه تاعو كي يخرجوا يدير حجره في مكان سيارته ومن بعد حجره في مكان زوجة تاعو. كاين بزاف اللي سالوني قالوا لي هل هذا فيه حضاره ولا لا، والا كاع يجيبوا الحجر دكتور ويشدوا هذيك الطريق. لا لا، هذه ليست نعم. لا علاقة لها لا بالشريعة ولا بالحضارة. هذا مكاني ومكان زوجتي. هكذا. نعم. لا علاقة لهذا الصنيع. نعم. لا بالشريعة ولا بالأخلاق ولا بالحضارة. وكاين صارت ثم مشاكل وين يحطوا الاحجار ثم وكذا ويجوا ذراري ويلعبوا ويطيحوا ويتكسروا ويتجرحوا. على سيدي خلي الفناء نظيف. يا اخي احنا نعرفوا بلي حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث اخرجه الامامان البخاري ومسلم. في روايه الامام البخاري الايمان بضع وستون شعبه، وفي روايه الامام مسلم الايمان بضع وسبعون شعبه، اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. الاذى هذا وحنا نجيبوا الاذى لانه الطريق ماهيش ملكنا دكتور. هكذا اعطوا الطريق حقه. نعم. مش ملكنا. وفي روايه اخرى الحديث يقول والحياء شعبه من الايمان. شعبة من الإيمان. نعم. إذا نقول لكم هذا هو. إلا ما كانش يا سي مصطفى خويا لازم تروح للدولة عن طريق تجيب المحضر القضائي اللي هو اللوسي ومعاينة المكان ويشوف كل هذه الأخطاء، وبعدين تكمل في الإجراءات القانونية. مادام ذكرت الناحية الشرعية نجاوبك الناحية الشرعية، إذا أردت الناحية القانونية أيضا نفيدك مع هذا البيان الذي ذكر. نعم. إذا كان هذا بالنسبة لمصطفى من العاصمة. سنعود إلى صالحة من العاصمة في مراسلة عن طريق البريد الإلكتروني. قبل ذلك نشاهد مع بعضنا البعض هذا الروبورتاج الذي انتقيناه في برنامج الصلح خير لكي تتواصلوا معنا عبر قضاياكم. ربما يريد البعض أن يعرض القضية من وراء الكاميرا أو يريد أن يعرض القضية هكذا عن طريق البريد الإلكتروني. تابعوا معنا. سيدة نعيمة، باش نعرفوا المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة، أنت طليقة السيد عمر اللي فات معنا الأسبوع الماضي في برنامج الصلح خير واللي حكينا فيه على التعاسة الزوجية. عايشة كين ناس صابرة على ولادي
حملت ومن بعد ذاك الحق باش يبيع لي الدار. كي الحق باش يبيع لي الدار، كي صفاو الامور هادو، قبل ما يصفاو انا رحت للتريبينال. أنت الراضي. 6 أشهر سجن غير نافذة، وإحنا تعويض أولي 300 مليون سنتيم. بعد هذه المحاكمة تمت محاكمة ثانية في المجلس برويسو، الطبيبة عطوها عام سجن نافذ. احنا التعويض قال لك عدم الاختصاص، عدم الاختصاص نروحوا للمحكمة الإدارية. رحنا وليس كل الضحايا، لأن كاين ضحايا خافوا، قال لك احنا ما نقدروش نروحوا من بعد تصل لنا متابعات. أنت الراضي. في حالة ما الصلح تم، مادام عندك موافقة مبدئية، هل مستعد تتنازل عن كل القضايا اللي في المحكمة إذا تم الصلح؟ إذا تم الصلح، أنا تم الصلح سي نورمال نتنازل عليهم. نحن السباقين الصلح، قلت لك بالدليل هذاك تاع الأئمة اللي جمعناهم كاع. أنت الراضي. احنا مالكين قطعة أرض منذ سنة 1967 في حي البدر، وبجوار هذه القطعة هذه احنا رانا يعني نستغلوا قطعة أرض فيها حوالي 600 متر، ودايرين فيها يعني محل تجاري لصناعة الحديد. ومن بعد تفاجئنا جانا محضر قضائي من بن جراح جاي بلغنا بأمر بالطرد. أنت الراضي. إلى كل من أراد أن يعرض خلافا أو قضية أو نزاعا، برنامج والصلح خير يزوركم في بيوتكم لتصوير قضاياكم ولإيجاد حل لمشكلاتكم. اتصلوا على الرقم 021 37 41 21. أنت الراضي. إذا هكذا زينب غير موجودة معنا اليوم لأنها بعافية إن شاء الله، طهورا يا زينب بالنسبة لهذه الأمسية وسهرة هذا الثلاثاء. نعود إلى عبد القادر من مستغانم، يقول: وهب أخي الأكبر دكانا لأصغر إخوتي في مرض الموت، هل تصح هذه الهبة أم لا، علما أن أحد إخوتي رفض ذلك؟ هذا رفض كما رفض أحد الأفراد من عند عائلة أحمد من تسمسيل. أعيد دكتور ولا عادي؟ إعادة أفضل. وهب أخي الأكبر، الأخ الأكبر، أيوة، الأخ الأكبر دكانا لأصغر إخوتي في مرض الموت، كان مريض. نعم. عندما وهبوا كان مريض. هل تصح هذه الهبة أم لا، علما أن أحد إخوتي رفض ذلك تماما؟ نعم يا أخي عبد القادر، نفيدك بما يأتي بيانه. أولا، هذا موضوع يتعلق بالهبة، الدوناسيون. الهبة كما هو معروف في الفقه عند المالكية، الهبة تمليك بلا عوض. وهذه العبارة وردت في المادة 202 من قانون الأسرة، قانون 84/11. نعم. 202. واش يكون فيها، واش يقول فيها؟ هذا مكان الهبة تمليك بلا عوض. نعم. إذن بدون مقابل. ربي يعافيك يا نجاة ويعافي كل مريض إن شاء الله. ولكن المشرع الجزائري طبعا كي يقول المشرع نروح مباشرة للتشريع باش نختصر، فما أقوله هنا موجود في الفقه الإسلامي، يعني مقرر في الفقه الإسلامي. أقول أنه الهبة تجوز حال حياة الواهب، يقدر يوهب وبلا حدود، فقط إذا وهب الولاد لابد أن يكون عادلا. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ماشي واحد يعطي والآخر يمنعه يحرمه، خاطئ. وحديثنا عن ابن بشير الذي ذكرناه فيما سبق أيضا في هذا السياق. طيب سيدي، الآن هو بغى يمد هبة، ولكن دار هبة في مرض الموت كما جاء في السؤال.
الإنسان دار هبة في صحته الله يعينه على أن يكون عادلا إذا أعطى الأولاد وإذا أعطى لخوته أيضا. علاش يعطي لهذا وما يعطيش لهذا؟ إذا أعطى لأحد الإخوة لسبب ما لمسوغ شرعي أيضا يجوز، لمرض أو لقضاء دين أو لسداد دين، يعني تكون هناك مسوغ شرعي، ماشي هكذا برك. لأنه الهدية عموما مليحة، النبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا، وبين أفراد الأسرة الواحدة أيضا مليحة، ولكن العدل أيضا مطلوب، لأنه الشريعة تمنع كل سلوك ينغص ولا يعني يقطع العلاقات أو يؤدي إلى أزمات أو مشكلات، أزمات نفسية، خلافات، ليس كذلك. لذلك مليح لو كانت تجي أم تعطي لبنتها خاتم وأمام بنت أخرى تقول هنايا يعترضوا. نعم. حتى كتكون كبيرة. نعم. ولكن ماشي غير الصغار اللي يتاثروا، تقول لنا وانا. نعم. يقول لك وعلاش فلربما يفهموا بلي فضلت مثلا نسيمه على سعاد بارك او الله فيك. نعم. فبالتالي اذا مليح، هو يسمى مليح يعني العدل. نعم. لان مادام هو دار هذه الهبه في مرض الموت نروحوا مباشره الماده 204. نعم. قال كان على فراش مادام كان على فراش الموت وكان مرض الموت. نعم. الماده 204 ماذا تقول؟ تنص على الاتي. نعم. الهبه في مرض الموت وفي الأمراض الخطيرة أو في الحالات المخيفة تطبق عليها أحكام الوصية. أحكام التستامون. لو تستامون. نعم. المشرع خرجها دوناسيون دخلها في التستامون. التستامون من الهبة إلى الوصية. نعم. الحلقة اللي بينتهم المرض. نعم. حتى وإن ما كانش مرض الموت، هو استعفى وعودنا مثلا. ولكن إذا مات بمرضه. بمرضه. نعم. الذي كان مريضا أثناء إبرام هذا العقد. نعم. لذلك الذي رفض هنا عنده حق. يقول الهبة حبس خطر دارها في مرض موته. في مرض موته. نعم. كان مريض. نعم. وفي الحالات الخطيرة المخيفة وكما قال النص المشرح. مادام في مرض الموت إذا نروح المادة 204 من قانون 84/11 فنطبقها، فنطبق عليها أحكام الوصية. نعم. اللي هي وين موجودة أحكام الوصية؟ واللي اللور الخلف إلى غاية المادة 184 وما بعدها. نعم. في أحكام الوصية. من أحكام الوصية نلقاوها النقطة الأولى أن الوصية تتراخى آثارها إلى ما بعد الوفاة. ليكزيكسيون تاعها، التطبيق نتاعها يكون بعد وفاة الموصي. نعم. مش كما الهبة تنفذ حال حياة الواهب. رقم 2 أن الهبة غير محددة بمقدار معين، ولكن الوصية محددة بمقدار الثلث. نعم. إذن هنا إذا كان عنده أولاد، مسألة مهمة جدا ودقيقة جدا، إذا عنده أولاد تصح هذه الوصية، تصح هذه الوصية في حدود الثلث. أما إذا كان ما عندوش أولاد، عنده غير الإخوة، يولي هذا المستفيد الموصى له وارث. نعم. مع سائر الورثة. نعم. بالإخوة. فبالتالي نقول نجيبوا من بعد حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلا وصية لوارث. نعم. قلتها مرارا وتكرارا. نعم. عندما تحدثنا عن موضوع الميراث والوصية. نعم. فلا وصية لوارث. إذا نقول الإخوة الآخرين حبسوا، لا تنفذ حتى الوصية، خرجناها من دخلناها في المادة 204. 204 راحت المادة 184. نعم. وهنا يجتمع الإخوة. نعم. فإذا كان أجازوها نفذت في حدود الثلث، وإذا رفضوها ترد. نعم. فلا قيمة لها. هذا هو الجواب الفقهي والقانوني. بارك الله فيك. شكرا دكتور. وهكذا دائما نستفيد مع فضيلة الدكتور أسعد بويزي الرجل المصلح. نمر إلى نسيمة من الطرف تقول مراسلة عن طريق البريد الإلكتروني، تقول مات جدي عام مات جدي عام 2015 عن زوجته جدتي عن هكذا
زوجته نعم وثلاث بنات نعم وأختين شقيقتين. أعد مات جدي عن عام 2015 عن زوجته جدتي وثلاث بنات وأختين شقيقتين وأخ شقيق، فما نصيب كل وارث. فما نصيب كل وارث. طيب بس مرة أخرى بعد إذنك يا أختي الفاضلة، نادية. ممكن الأختي نادية. هذا واش قدرنا، هذا هو الداتا شو تاع اليوم. نعم لم نكن ندري دكتور وإلا الفرائض كثيرة جدا سادتي الأفاضل، كثيرة جدا ترد على البرنامج. نعم. وإن شاء الله كي يكون عندنا الداتا شو ولا أي وسيلة أخرى باش يعني تفهموها بكل يسر. يلا هذه الفريضة إذا مات عن زوجة، هاي الزوجة هي الأولى. زوجة هي الأولى. نعم. اعذروني على هذا الخط. لو كان دكتور بالفتح خير أحسن. حتى هذاك وقيل أوضح. نعم. من كثر الحسابات. زوجة. نعم السيالات تاع كاع نشفوا دكتور. نشفوا. كاع الفريضة. زوجة وثلاث بنات وأختين شقيق وأخ شقيق. نعم. الزوجة ترث الثمن، كتبوا الثمن هنا. نعم هكذا واضح شوية. الثمن لوجود الفرع الوارث. نعم. وثلاث بنات عندهم 2 على 3 2 على 3. نعم. لقوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وكل نساء فأخرى فلهن ثلثا ما ترك، يعني 2 تير. هذا هو. والأختين الشقيقتين مع الأخ الشقيق هذو كامل واسمهم عصبة بالغير، يعني نكتبوا عين عصبة بالغير. نعم. معنى يرثون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين إن بقي ما يورث. الآن شوفوا. نعم. الآن ما هو القاسم المشترك الأصغر؟ أنا بلغة الكورسو لغة الرياضيات لازم نديروا توحيد المقامات. نعم. الآن 8 دو تير، شكون هو القاسم المشترك الأصغر هنا؟ 24. ضعيف شوية في الرياضيات. معليش نتعلموا شوية 24. 24. هكذا. نعم. خطر على 8 تقبل قسمة على نفسها، ولكن أنت تقبل قسمة على 3. على 3. نعم. فتقبل قسمة على نفسها، تقبل قسمة على 8. على 8. لو كان نجيبوا مثلا نجيبوا 6 تقبل قسمة على 3 بدون فيرجول بدون فاصلة، ولكن تقبل قسمة على 8. على 8. 12 تقبل قسمة على 3 لا تقبل قسمة على 8. نطلعوا شوية شوية. نعم. حتى نوصلوا 16 مثلا تقبل قسمة على 8 لا تقبل قسمة على 3. لازم نلقاو كاش واحد. لذلك علم الرياضيات مهم جدا، بالمناسبة نستثمره كثيرا في علم الفرائض. في علم الرياضيات. نعم. إذن 24. الثمن تاع 24 شحال؟ يعني 200 تاع 24 3. معنى كيفاش ديروا 24 فوا 1 ديفيزي بار 8 معناها 3. نعم. هاي 3 هذه تسمى الأسهم. 2 تير تاع 24 معنى 24 في 2 يساوي 48 مقسوم على 3 يساوي 16. نعم. هاي 16. البنات. البنات. 3 زائد 16. نتبع في البنات شحال يورثوا دكتور. ما تخافيش ياخذوا حقوقهم ان شاء الله. تصلون عن طريق البريد انه يقول لك البنات ما عندهمش يخيف صلحوا خير ما نحقروهمش، احنا ياخذوا حقوقهم كامله. الشريعه. نعم. الله يبارك. 3 زائد 16 نعم. يساوي 19. 19. نعم. 19 ناقص 24 او العكس 24 ناقص 19. نعم. كم بقي؟ 5. 5. هاي 5. الله يبارك. الآن درنا الفريضة ولكن مازال في حسابات شوية خفيفة. 3 مقسومة على الزوجة بدون فاصلة. بدون فاصلة. سهلة. نعم. 16 مقسومة على 3 لقينا إشكال. نعم. كاين فاصلة. لو كان 15 مقسومة على 3 يساوي 5. الفريضة ما تحبش الفواصل. ما تحبش الفواصل. بتاتا. أيوة. نعم. هنا نديروا علامة الانكسار. الانكسار. نعم. معناه 16 لا تقبل قسمة على 3. نروحوا لهنا 5 مقسومة على شحال كاين هنا؟ كاين أختين شقيقتين وكان أخ شقيق. ولكن أخ شقيق عنده زوج. خاطر نطبقوا القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. زوج أختين شقيقتين مع الأخ الشقيق صافي ولا 4. نعم. 2 زائد 2 يساوي 4. هل 5 تقبل قسمة على 4؟ لا تقبل. لا. يساوي 1 فاصل. كاين فاصلة. إذن هناك انكسار. نعم. وهناك انكسار آخر بالنسبة صافي انكسار على مستوى طبقتين. انكسار هنا على مستوى طبقة البنات وانكسار على الأخ الشقيق مع الأختين الشقيقتين. نعم. نأخذ العدد المنكسر عليهم 4 و3. نعم. يعني
هو خطر هناك علاقة تباين نعم. بين عدد الأسهم وبين عدد الرؤوس 5 و4. نعم. علاقة تباين، وعلاقة تباين تقتضي باش ناخذ 4 هذه وحده عدد الرؤوس، و16 و3 علاقة تباين. علاقة تباين أظن ناخذ 4 و3 علاقة تباين. نعم. 4 لا تقبل القسمة على 3 والعكس صحيح. والعكس صحيح. نضربوا 4 في 3 يساوي كم؟ يساوي 12. و12 هذه مضروبة في 24. درك اكتفي بهذا. اسمحوا لي الآن نشرح، نخليو الداطاشو نعم. هذا بالنسبة لي الآن يمين من الطرف. ولكن مازال درك نعطي واحد البيان بلا ما من نكتب. الطرف. هذه المسألة يا أختي نجاة مع غيرها من المسائل كي يكون عندنا الوسيلة نشرحوها. درك حبيت نكمل ولكن يروح الوقت بزاف، خاطر بعدما صححنا المسألة كيف نصححها؟ بضرب 12 في 24 وبعدين الناتج هو الأصل الجديد، وبعدين نأخذ الأسهم القديمة ونضربها في العدد الذي صحت به المسألة وهو 12، يعني فيها تفاصيل. نعم. فقط واش نقول لك الآن أنه يكتفي بالأنصبة. دكتور تأخذ من الوقت الكثير الفرائض. نعم تأخذ الوقت. خاصة لذلك تكون شجرة العائلة لو كبيرة. كان ما يكونش هناك البيان بالكتابة الإنسان ما يفهمش. نعم. لو كان بدا نشرح هكذا برك. نعم ما يفهمش. السدس الثلث الربع وكذا وكذا كي صار ما يفهموش، تولي اللغة لا تفهم. ولكن لازم وسيلة الإيضاح. سنعود إلى هذه المسائل إن شاء الله تعالى كي يكون عندنا الوسيلة الكافية لهذا البيان. الآن نقول لك واش لازم تحفظ أن الزوجة، تحفظي يا أختي يمينة ولا اسمها؟ نسيمة. نسيمة نعم من الطرف. إذا أن الزوجة ترث الثمن وثلث بنات عندهم الثلثان، والأختان الشقيقتان مع الأخ الشقيق يرثون الباقي تعصيبا. أصل المسألة 24، الزوجة عندها 3 أسهم من أصل 24، ثلث بنات عندهم 16 من أصل 24، الأختان الشقيقتان مع الأخ الشقيق عندهم 5 من أصل 24. وشرحت بعض النقاط، فبقيت فقط نقطة ما تتعلق بالتصحيح إلى آخره. أكتفي بهذا البيان وهذا يكفي إن شاء الله تعالى باش تفهموا بلي في الفريضة هذه هي، وهكذا النوتير الموثق هكذا يصنع إذا لجأتم إليه. نعم. إذا انتهينا من البريد الإلكتروني، نعود إلى صالحة أعتقد. نعم دكتور. صالحة من العاصمة. صالحة من العاصمة دكتور، صح نسيتها. في مسألة الشؤون الأسرية صالحة من العاصمة تقول طلقت قضائيا في ماي 2009. وقضت المحكمة بمبالغ النفقة لأولادي 3، ومع غلاء المعيشة أصبحت تلك المبالغ لا تكفي لسد حاجيات الأولاد تاعها. هل يمكن الاتفاق ربما الفضل مع والدهم على رفع مبالغ النفقة دون اللجوء إلى القضاء؟ الجواب نعم. صالحة من العاصمة. نعم. أختي صالحة من العاصمة. مادام الطلاق صدر في 2009 هكذا نجت. نعم 2009 في ماي 2009. وطبعا في ذلك الوقت القاضي قضى بمبالغ النفقة. نعم. طبقا للقانون. أخذا في الحسبان مشتملات التركة، مشتملات النفقة الواردة في المادة 78 من قانون 84/11. نعم. ولكن المسألة أنه المعيشة غلات. نعم. من 2009 لدرك يعني فيه غلاء. ما هو الحل؟ هي تقول يكون اتفاق بينها وبين بابات ولادها دون اللجوء الى القضاء. نقول لكم اعطيكم الصحه. نعم. ذلك افضل. نعم. علاه؟ باش بلا ما ندخلوا في القضاء، لأن المساله اتفاق خطا، لانه قانون الاسره الجزائري في الماده 79 نعم تنص على الاتي. نعم. يراعي القاضي حينما يقدر قيمه النفقه يراعي ظروف الطرفين. نعم. يعني المنفق والمنفق عليه. نعم. قدرة واحتياجا. نعم. وظروف المعاش. معنى القاضي طبعا القاضي عايش في مجتمع على باله، فيراعي هذه الأمور، يراعي ظروف المنفق والمنفق عليه، وكذلك ظروف المعاش من حيث يعني المستوى المعيشي. مستوى المعيشي نعم. والغلاء نتاع الاسعار وكذا. نعم. القاضي قدر في مصاريف كثيرة أيضا على الأولاد، ولكن القانون سمح نعم بمراجعة مبالغ النفقة المحكوم بها قضائيا بعد فوات سنة من الحكم.
بعد طبقا فوات للماده 79. سنة. نعم. معناتها ماشي المراه اذا كان بعد شهرين 4 شهور أو 4 غلات أشهر. الزيت نعم. والبطاطا وكذا، تروح ديريكت مباشره تلقى تقول قول له هذاك يطلع يزيد في يزيد. في النفقة. لا. نعم. بعد السنة لازم محدودة. سنه. نعم. التدري لماذا؟ لماذا دكتور؟ حفاظ تحقيقا لاستقرار الاحكام، نعم. تكون ستابيليتي في لي جوجمون في نعم. الاحكام، إيه. ما تبقاش هكذا كل. ولا تضرب بعرض الحائط. والا حتى أيضاً. هذاك الزوج إيه. بعد سمانه يهبط الزيت وراح ليه، نعم. خلاص القضاء هو الزيت هبط، إيه. يولي يعصغر بالك الزيت يقول يطلع دوا ويهبط. مغمبورسي. بارك الله نعم. فيك. ربما فبتكون مشاكل اخرى، لذلك المشرع حددها بسنه طبقا الماده 79. نعم. الان الاخت السائله الاخت صالحه تقول هل يمكن الاتفاق؟ نقول لك نعم. انت مع بابات ولادك وتفاهموا، وبحضور ربما انسان ولا كذا يعني رجل خير ولا امراه نعم. خير ولا اسيدي، وتتفاهموا. اذا كان موالف مثلا يمد 4000 دينار شهريا لكل طفل، يولي يمد 6000 دينار شهريا ولا 7000، متفاهمين. اعطيكم الصحه، كي انت كي هو متفاهمين. وهنا راكم طبقتوا ايضا قوله تعالى في سوره البقره الايه 237 نعم. اللي يقول فيها ربي ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم. دكتور، نعود إلى البريد العادي. محمد من تيميمون في البريد العادي تاعو دكتور بعد التلخيص. ها هو دكتور، يعني لخصنا. لا. نادية من فضلك، لأنه في البريد العادي ربما يكتبوا صفحات وصفحات. يدو زميلي يدو، انظر إلى الورقة من فضلك. شكرا يدو، هكا باش يفهم المشاهد. إذن في الكثير من الأحيان من يراسل عن طريق البريد العادي يكتب ورقات عديدة، يعني صفحات عديدة. نعم. ربما نطلب منهم أنهم يكتبوا ورقة أو اثنين يلخصوا فيها المشكلة. بارك الله فيك. نعم. باش نأكد كلام الأخت نجاة، من يدو يعني إلى الشاب ممكن شوفوا هذه الأوراق. نعم. نعم. يعني كثيرة جدا، وما زال دخل هنا. هذه الله يبارك كامل رسالة واحدة. نعم. يعني حتى القراءة دكتور تأخذ وقت طويل نقول جدا. لهم مرحبا بكم. نعم. اتصلوا تواصلوا وكذا، ولكن لخصوا. نعم. فقط. لخصوا. والبريد نقراوه جميعا. نعم. كل رسالة تصل هكذا نجاة، كل رسالة تصل تقرأ وبعناية. وبارك الله فيكم. نعم تفضل نجاة. إذن بالنسبة لمحمد من تيميمون، الأوراق تاعو كلها تحكي على خطورة إبليس، يعني الشيطان كيفاش يدخل في حياتنا ويوسوسنا حتى أننا ما نقعدوش يعني ربما نذكروا له في الصلاة في حياتنا يومية، ربما نوليو متعنفين. فهو له دور خطير يوميا كما كان يقول فضيلة الدكتور قبل قليل. تفضل دكتور. لك الفضل طهوري إن شاء الله. نعم محمد، يعطيك الصحة على مراسلتك أولا، ثم أعطيك الصحة أنك أشرت إلى من سماه الله عز وجل بالعدو المبين، للمي ديكلاري. هذا هو الشيطان. فرسالتك تحمل يعني عبارات لطيفة جدا وتحليل نفسي لكثير من الناس اللي تحكم فيهم الشيطان، فصار يعني يتحكم في تصرفاتهم وسلوكاتهم، وطبعا دائما يوجههم إلى الدمار، يوجههم إلى المشكلات وصناعة الأتعاب لغيرهم. فنقول لك يا أخي بارك الله فيك، فالشيطان سماه الله عز وجل عدوا مبينا. والبوصيري ربي يرضى عليه من روائعه في بردته يقول: وخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. الشيطان واعر بزاف بزاف بزاف، يقدر يوصل الإنسان باش يدير مشاكل ويدير أزمات، وكثير من المشكلات اللي يعيشوها الناس بسبب الشيطان. وكان اللي يسمع للأسف يسمع الوسوسة نتاعو كذا فيرتكب. لذلك نصائحك غالية جدا يا أخي محمد، وبارك الله فيك. حتى هذه الأمور مفيدة جدا في مثل هذا البرنامج، وبارك الله فيك. نعم. إذا نعود إلى الاتصالات. الدكتور بطبيعة الحال ما زال لك البريد في الحقيقة لا نستطيع أن ننظر فيه الآن للتو، هذا وصلك للتو.
إذن سيقرأه فضيلة الدكتور سعيد بوزير بعد انتهاء البرنامج، وسنرد على البريد في الحلقات المقبلة بحول الله تعالى. هذا اتصال بعد كما قلت قبل قليل بعد نهاية برنامج الصلح خير. دائما ننتهي هكذاك على 11:20 تأتينا اتصالات بعد 10:20 بعد نهاية البث. اتصلت سعدية من برج بوعريريج خلال الثلاثاء الماضي، تقول: كنت متزوجة ولي 3 بنات وابنا واحدا، تم الطلاق بيني وبين زوجي سنة 2001 دكتور. بعد الطلاق حدثت بعض المشاكل مع أهل الزوج تاعها، يعني مع عجوزتها وأخوات الزوج تاعها. قالت: وقد أرهقتني هذه المشاكل حتى انقطعت عنهم نهائيا، يعني ما نكلمهم، ما يكلموني، ما يدخلوا لي للدار، ما نروح نزورهم، حتى الأولاد تاعي منعتهم. تقول: لا علاقة لي بهم ولا هم لهم علاقة بي. قريبا ستتزوج إحدى بناتي، تقول سعدية من برج بوعريريج، وأرادت أن تدعو الأعمام تاعها وعمتها للعرس، ولكني رافضة هذه الدعوة، ما حبتش الأم. حتى والدتي وإخوتي لهم نفس الموقف معي أنا، ماذا أفعل؟ تقول: أنا بين نارين، بين رأيي ورأي أمي وإخوتي ورأي البنت تاعي اللي حبت الأعمام والعمات تاعها يحضروا للزفاف تاعها. دكتور تفضل. لك الفضل يا أختي سعدية. أولا نقول لك شكرا على تواصلك مع البرنامج. بالنسبة لما حصل، في كل ما يوقع الطلاق كل ما تكون مشكلات بعد ذلك عموما. لذلك الأصل في الطلاق الحظر كما قرر السادة الفقهاء. الآن ذكرت قبل حين الآية 237 من في سورة البقرة، ربنا يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. وقت جت هذه الآية؟ جت بعد ما تحدث ربي سبحانه على أحكام الطلاق. أحكام الطلاق، نعم. طلاق يعني أحكام كثيرة، وبعدين وصل: ولا تنسوا الفضل بينكم. معناه ما تنساوش انه في يوم من الايام كنتم متزوجين ومتناسبين وكان مصاهره وكذا وكذا. الان وقع الطلاق. تسيير المرحله ما بعد الطلاق هذه المرحله حساسه جدا، لا من قبل الزوجة ولا من قبل الزوج المطلق، ولا يعني الزوجه المطلقه والزوج المطلق، ولا من عائلتي المطلقين. نعم. والنقطه الاساسيه هنا ايضا التعامل مع الاولاد. وكثيرا ما نبهنا إلى خطورة النزاعات التي تقع بين المطلق والمطلقة أو بين عائلتيهما، والآثار السلبية التي تنتج في حياة أولئك الأولاد. كثير ما تؤدي إلى دمار يعني أولئك الأولاد من الناحية المعنوية ومن الناحية النفسية. يشوف باباه مع يمه في حرب، يشوف أعمامه مع أخواله في حرب. لذلك أقول للجميع ما قاله رب الجميع: ولا تنسوا الفضل بينكم. يرحمك الله دكتور. بارك الله فيك. تفضل. الآن السؤال: عنده مشاكل، انقطعت العلاقة بيناتهم. بعد ما انقطعت العلاقة فيما بينتهم دكتور ماذا حدث؟ هذه البنت إذن بنت الأخت سعدية ترغب في حضور أعمامها وعماتها في زواجها. نعم. جاء وقت باش تتزوج، وهذا من حقها. من حقها، نعم. من حق بنتك يا الأخت سعدية باش في مناسبة العرس نتاعها يحضروا الأعمام والعمات والأخوال والخالات والأقارب إلى آخره. هذا فرح يحضر، هذا حقها. انت راكي قلتي من انقطعت العلاقة. الملاحظة من ناحية الشرعية لا يجوز أن تنقطع العلاقة. وسمعت الآية: ولا تنسوا الفضل بينكم. لأنه الشرع ماشي يقول بالسيف تكون علاقة جيدة كما كانت. نعم. نعم. كاين حاجة اسمها سيرفيس مينيموم، هذاك الحد الأدنى من العلاقة. وهذه كان اللي يترجمها فلاحي برك. فلاحين شاطرين. نعم. يقول لك في الجنائز والافراح، واحد يعني مات
وهكذا تروحوا تحضروا الجنازة. نعم. فرح أيضا تحضروا الحد الأدنى من الحضور. واحد مريض راه في المستشفى وكذا تزوروا عيادة المريض، هذا كيكون برك، يعني هذا هو الحد الأدنى. نعم. ثم لا يجوز أن تقطع العلاقات، هذه أرحام، هذه أرحام لا يجوز أن تقطع. درك الآن سعدية هي قالت باللي حتى الأم تاعها والدتي واخواتي وكذا، لا نقول لهم الله يحفظكم. نعم. الله يحفظكم، ندعو لكم الله يحفظكم. جبهة وجبهة أخرى دكتور، ليس لا. كذلك؟ تكون جبهات الحرب، جبهة ضد نعم. جبهة، لا لا. نعم. احنا لازم يا اخي، لو كان مانيش نقول لك انت قلتي ارهقتني هكذا قلتي. نعم. يا راه فهمناك يا سعدي، الله يحفظك. ولكن ثاني نقول لك انت وعائلتك وكذا، كاين شرع ربي، كاين شريعة الله. ما نقولكمش ديروا شركات وديروا استثمارات وديروا مشاريع وديروا أعمال مشتركة، لا خلاص راه خصام اختلفتوا السلام عليكم. ولكن هذه أمور لابد أن تحضر، يجي يحضروا مغاش وفيه ناس أخرين حاضرين، وحتى ولا واحد يفيق يعني. نعم. يحضروا كيما هذاك خالها. نعم. يقول أول شيء يقول نعم. بنتك مبروك عليك. نعم. كيما عمها وعمتها يقول مبروك عليك، وتكتمل الفرحة. وصلوها لدارها في الأمان إن شاء الله تعالى، وعندكم أجر. درك ممكن هي درك سعدية تقول لها وانا مظلومه انا محقوره، نقول لها اذا كنت مظلومه عندك حسنات، ويوم القيامه والله غير كلنا نجري امور الحسنات يوم القيامه. كل واحد يتمنى باش يكون عنده حسنه هك. وهذه الحسنات وين حصدوها؟ من درك. نعم. من درك واحد يزرع درك واش يحصد ثم. فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كما قال القرآن في سورة البقرة الآية 281. وقال رب سبحانه أيضا في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا التصالح ولو جزئيا ولو ظرفيا لمدة معينة، هذا من العمل الصالح إن شاء الله تعالى. عندكم حسنات، وربي يحفظكم إن شاء الله، وربي يهنيه ويهنيكم. شكرا دكتور. كم بقي من الوقت سعيد؟ ربما 4 دقائق دكتور. إذا دقيقتان لعمار ودقيقتين لنهاية الحلقة. نعم. عمار من بدنا اتصل أيضا بعد نهاية البرنامج، يقول: دكتور سعيد، منذ 2 وأنا في خلاف مع مسؤولين في الإدارة في شركة خاصة. سبب الخلاف كان أنهم أرغموه إلى التنقل إلى موقع عمل آخر، يعني une mutation vers une autre société privée. وقد اعترضت على ذلك دون جدوى، يعني ما أخذوش بعين الاعتبار. عندما شكى المسؤول المباشر عنها في الإدارة، رد عليه، قال لك رد علي: لست هنا لتسيير الخلافات والحساسيات بينك وبين من ستعمل معهم في المؤسسة الأخرى. قال لك ماذا أفعل؟ يعني حاليا هو يعترف انه ما راهو يتكلم مع حتى واحد في هذاك المنصب الجديد اللي راح ليه للشركه الخاصه الاخرى. نعم. نعم دكتور. نزاعات العمل. نعم. اولا يا سي عمار، هذا الاشكال تضبطه الشريعه ويضبطه القانون ايضا. في تعليق خفيف على هذاك المسؤول اللي قال له: لست هنا نقولوا اذا واش دير يا ايها المسؤول؟ الخلافات ماذا تصنع؟ نعم. اذا نعم. يعني انت مسؤول تسيير الخلافات والحساسيات بينك وبينهم. لا انت مسؤول. نعم. اسمه يدل على المعنى. واحد كي يكون ريسبونسابل، صافي نقول لك الفو ريسبونسابيليزي لي ريسبونسابل، معناتها لازم نعم. نقول المسؤوليه، المسؤول تاعك مسؤول، راك مسؤول اصلا يعني. نعم. وانت مسؤول. كل النبي عليه الصلاه والسلام يقول: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. نعم. دكتور، قبل ان سالني قال لك هاد لي ميوتاسيون، هل هما قانونيا علينا باحترام هذه ليميتاسيون، ولا نتغرموا يعني يرغموهم على ليميتاسيون بدون ما يحبوهما؟ هل لهم الحق في ذلك؟ نعم. سأجيب. بارك سؤال مهم. كان سؤال. نعم. إذن التعليق على المسؤول علقت عليه. نعم. إذن أيها المسؤول، أنت مسؤول. وأنت مسؤول على تطبيق القانون. القانون إذا كان هذا التنقل خطر قد يكون عقابا. نعم. ممكن عقوبة. إذا كان عقوبة لازم une mutation peut être une sanction. وي. من طرف لو ريسبونسابل. نعم. دكتور. دونك إذا كان هنا ظلموك لازم ترفع كاع، تحترم لا هيرارشي هذاك السلم الإداري، وترفع الشكاوى نتاعك. وكاين تظلم إداري، تظلم رئاسي إداري، معنى حسب مع احترام يعني هذا السلم الرئاسي، السلم التدرج نتاع المسؤوليات. وقد تكون يقود النقل هذا لمصلحة المؤسسة. لمصلحة المؤسسة. المدير المسؤول عنده ما يسمى بالسلطة التقديرية. قال ننقل هذا لهذا لمصلحة المؤسسة، على أن يكون ذلك بإنصاف.
ماشي تصفية حسابات، ماشي حقرة، ماشي ظلم. خاطر للأسف خاطر ممكن الإنسان باسم القانون يظلم الناس. هذا مرفوض عند ربي سبحانه عز وجل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الآيات أشرت إليها قبل حين، سورة البقرة 281. لذلك الآن ما عنديش معطيات، ما عندي معطيات، فنقول لك ماذا تفعل؟ أولا راجع هؤلاء المسؤولين بلغة القانون، وإن شاء الله يسمعوا لك. إذا كان ما تسمع حتى تشوف الأكبر، وهكذا حتى ولا يضيع حق وراءه طالب. ثم نعم. أما من حيث أخيرا ماذا بالنسبة للمنصب الجديد، نقول لك لا، ما تديرش خصومات مع الناس. نعم، عليك أن تتأقلم أيضا. تتأقلم وتندمج وتتكيف مع الوضع الجديد وكذا وكذا. وفي المقابل يعني اون باراليل وفي بالتوازي تطالب بحقك، ولا يضيع حق وراءه طالب. شكرا سادتي الأفاضل. شكرا دكتور على الرأي السديد والرشيد والنير في برنامج والصلح خير. وفي هذه الحلقة المسجلة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أطيب وأفيد الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.